دلوقتي هنتكلم عن ايفرز 15 وهنحل عنه سؤال بسيط. خليني قبل ما ابدا ايفرز 15 او السؤال اللي احنا هنحله نتكلم عليه بشكل سريع. ايفرز 15 هو ريفينيو فروم كونتراكت ويز كاستمر. ازاي اعترف بالايراد من العميل؟ احنا اول حاجه لازم نقسم الموضوع لفايف ستيب موديل، اللي هو identified contract, identified performance obligation, identified transaction price, allocating للترانزاكشن برايس، بعد كده الايه revenue recognition when satisfied. يعني بما معناه ان انا لازم اشوف العقد اللي موجود في السؤال، وبعد كده اعرف ايه البرفورمانس المفروض اعمله، وابتدي احمل كل فتره بالجزء الايراد الخاص. ده الفكره الاساسيه بتاعت المعيار. تعال نشوف كده السؤال ده مع بعض. اوكي. في 1 ابريل 2011 موكا sold a machine to a customer. موكا invoiced the customer for 500,000 on 1 April 2011 for example يعني. And the customer paid 500,000 to Mocha at 15 May 2011 بقى. The term of sale state the Mocha would service and maintain the machine for 4 period، يعني هيقدم لنا المكنة خدمة الصيانة 4 سنين في 1 ابريل. موكا normal charged an annual fees 37 ونص for service and maintenance arrangement on the natural the normal selling price of the machine without service and maintenance agreement 450. طيب معنى ايه السؤال ده؟ السؤال ده بيقول ان في 1 ابريل شركة موكا باعت مكنة للعميل. المكنة ديت لما طلعت فاتورة ب 500,000 دولار في يوم 1 ابريل، وحصلت الفاتورة ديت في يوم 15 مايو. خلص، دي علاقة اكونت ريسيفبل وسدد، ماشي. The term of sale status of Mocha would service and maintain the machine for 4 years period. يعني هي تديك خدمة الصيانة على المكن لمدة 4 سنين تبدأ من 1 إبريل. في العادي خالص إنها بتحمل السنة ب 37,500، وهو 4 سنين. طيب، والنورمال سيلينج برايس للمكن 450,000. يعني معنى كده إن المكنة لوحدها من غير اللي إحنا عاملينه بتتباع ب 450,000، و4 سنين ضمان او خدمه ما بعد البيع 37 ونص في 4 سنين اللي هي ب 125,000. يعني معنى كده ان انا تطلع ب 150 تقريبا. نشوفها سوا دلوقتي. تعال نقرا السؤال مع بعض، نقرا الاجابه مع بعض او نمط الاجابه. بس قبل ما نبدا نمط الاجابه انا عايز اقول لك هو احنا عايزين نوصل لايه. ان احنا معانا 450,000 ثمن المكنه، و37 ونص ده ثمن الصيانه في السنه الواحده. طيب يبقى هو الخدمه من غير اي خصومات او من غير الاوفر اللي انا عامله او من غير الثمن اللي انا بعت بيه ب 500 هتساوي كام؟ هتساوي 600,000، اللي هي 37 ونص في 4 اللي هي 150,000، وهتساوي 450 ثمن المكنه يطلع 600,000. طب انا بايعهم ب 500. طب جوه ال 500 دي في ثمن يخص المكنه وفي ثمن يخص السيرفيس. ده بقى اللي انا عايز اعمل له ايه؟ سيجريجيت او افصلهم من بعض. طيب، هنا بقى طريقه الاجابه هو ده المين بوينت بتاع السؤال عشان تكولكت الدرجات كامله. ازاي بقى؟ بص، هنا بيبدأ الإجابة إن هو بيقول لك إحنا شغالين في أنهي معيار؟ في IFRS 15 regarding a transaction such as this is a being made up of two separate identifiable performance obligation. يعني بيقول لك العقد ده فيه خدمتين أو أدائين لازم حضرتك تعملهم. The supply of machine and the supply of service agreement، اللي أنت هتديله المكنة وكمان هتديله الخدمة، يعني هتديله حاجتين. The total of revenue 500,000، إجمالي الإيراد كله لازم يكون 500,000. would need to be allocated between two separate performance obligation. يعني احنا عايزين نحوله ما بين المكنه وما بين السيرفيس. stand alone selling price. The selling price of the machine 450,000. هو بيقول لحضرتك السيلينج stand alone يعني السعر المكنه لوحده 450,000، صح. and the normal selling price for supply service 150,000، صح برضه. هو قال لك 37 ونص في 4، واحنا هنأدي لهم 4 سنين فيبقى ب 150. يعني انا هبيع له حاجات ب 600 بس هبيعها له بكام؟ ب 500. طب ما تيجي نعمل بقى كده، احنا نشوف عملنا ايه في العقد. ايدنتيفاي الكونتراكت، حددنا ان هما بين طرفين. البرفورمانس اوبليجيشن حددنا ان هو المكنه والسيرفيس. عملنا الترانزاكشن برايس، عرفنا ان دي ب 450 ودي ب 150. ناقص لنا نعمل ايه؟ الالوكيتنج بقى. طب ايه الالوكيتنج؟ لما يكون ده يساوي 450، المكنه في العادي خالص 450 من اصل 600. طب تساوي كام منها؟ بمعنى ايه؟
يعني انا لو جبت ال 450 قسمتها على ال 600 هيجيب لي نسبة المكنة من ال 600,000 كلها. طب لو ضربتها في ال 500 يبقى ال 375,000 دي هي ثمن المكنة من ال 500، وال 125,000 دي هي ثمن الفور years فور سيرفيس. طيب دي كده نقطة رقم 3. اخر حاجه بقى لازم اقول انا قدمت له ايه بقى. قدمت له ان انا اديته المكنه يوم 1 ابريل، قلت له اتفضل المكنه اهي. فمعنى كده الاوبليجيشن ما بقاش عليا. فخلاص في الحاله دي بقى on 1 ابريل 2011 مثلا دلتا would recognize revenue from the supply of the machine 375 بالجزء ايه بقى ده كنترول has passed to the customer. خلص الكنترول راح للكاستمر بتاعي. On the same date دلتا would recognize a receivable 500. في نفس اللحظة هقول ديبت الاكونت ريسيفبل، كريدت الريفينيو ب 375، كريدت الان ايرند ريفينيو بال 125 از ان هو اللايبيلتي اللي هو الفور سيرفيس يير. وذا بالانس بقى ال 125,000 انيشال ريكوجنيشن از ديفير انكم اللي هو يبقى في اللايبيلتي اللي هو ال 125. بس هنا بقى في نقطة لازم تحدد في ال 125 دي وعليها درجة اوعى تفوتها. ده هل ده يبقى كرنت لايبيلتي ولا نون كرنت لايبيلتي؟ اوعى تفوتها. فباجي اقول لحضرتك في 15 ابريل بقى ريسيفبل از دي ريكوجنايز. خلاص يوم 15 ابريل لما خدت الفلوس اقوم عامل قيد ديبت الكاش كريدت الاكونت ريسيفبل. الريسيفبل دي ريكوجنايز يعني اتشالت خلاص من الدفاتر لان انا ايه حصلت الفلوس بتاعتي. اخر بقى نقطه ان انا بقى اجي على 125,000 اللي هي السيرفيس ان يير اندد في 31 مارش 2020 تو سيرفيس ريفينيو 31,250 جت منين بقى؟ انا عندي ال 125 دي تخص 4 سنين، يبقى السنه الواحده كام؟ 31,250. يعني ايراد السنه الاولى هيساوي ال 375,000 بتاعت المكنه زائد ال 31,250. طيب الباقي بقى هيبقى باقي 93,750 اللي هي 125 ناقص ال 31,250 فيبقى 31,250 ده كلها في اللايبيلتي. اخر نقطه بص عليها درجتين اوعى تفوتها. شوف بقول لك كام مره اوعى تفوتها. ال 31,000 دي بقى هتبقى في الكرنت لايبيلتي وال 62,000 هتبقى في الديفير لايبيلتي. سؤال ب 25 درجه صعب ان انت انا اسف سؤال دي ب9 درجات صعب ان انت تفوته ب 10% يعني تقريبا 10% من الامتحان. شكرا.